فيديو في مشهد مؤثر برشا وين الإعلامية اللبنانية ومقدمة الأخبار ربى حبشي كانت أعلنت توقفها المؤقت عن تقديم برنامجها باش تبدأ رحلة علاجها من مرض السرطان. كانت كشفت عن إصابتها مجددا بالمرض خلال بث حلقتها المباشرة على الهواء وين ودعت جمهورها ومحبيها، وكان هذا خلى برشا تفاعل معها بعد ما كانت ظهرت على شاشة قناة شمس الفضائية. برشا يعرفوها ويسميوها صاحبة الوجه الجميل والقوة والإرادة التي لا تنكسر. نحكيو على ربى حبشي اللي كانت زادة شاركت متابعيها الفيديو ذي وقالت: وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج صحافة اليوم، لكن الخاتمة هذه المرة مختلفة. لم أكن أتوقع أن أغادركم بهذه السرعة، لا بسبب عرض عمل أو الانتقال إلى بلد آخر، بل بسبب إصابتي مجددا بمرض السرطان. كانت خليت برشا تعليقات، برشا زادة تفاعلات، برشا اعتبروا أنه تصريحه واللي قمت به زادة فيه برشا إلهام، برشا قوة، برشا إصرار، وبرشا زادة إيمان زادة بالشفاء، وبرشا زادة أمل في الرسالة متاعها. كانت قالت أنه على أن الآن العودة إلى بلدي لبنان لبدء علاج جديد. وكانت شكرت زادة الناس اللي ساهموا في أنها تكون عندها تجربة، تقول أنا رايحة بس راجعة وراجعة أقوى بإذن الله. ونذكروا أنه زادة نفس المقدمة كانت ظهرت على شاشة قناة شمس الفضائية في العام اللي تعدى، وكانت حكيت على حربين تقول تخوضهم بإرادة وقوة، تقول واحدة مع صعوبة الحياة في لبنان وتقول واحدة أخرى مع مرض السرطان. وكملت مسيرتها الإعلامية بعد حتى من غير شعرها، وكانت في كل مرة تظهر بكامل أناقتها باش توري وتثبت للعالم الكل وللمرضى الكل أنه المرض لم ولن يهزم. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من صحافة اليوم، لكن الخاتمة هذه المرة مختلفة. لم أكن أتوقع أن أودعكم بهذه السرعة، لا بسبب عرض عمل ولا حتى بسبب الانتقال إلى بلد آخر، بل